بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تفضل أستاذ ربيع. ما شاء الله. قدم بجزيل الشكر إلى المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالإسكان على ليس فقط تنظيمه لهذه الندوة بل وكذلك تخصيصه عن الشباب لموضوع الشباب، وكذلك دعوته لمجموعة من الشباب من أجل المشاركة الفعالة في هذه الندوة. أظن أن هذا من شأنه أن يغير تلك الصورة النمطية التي اعتدنا نرى عن قطاع العدل بكونه قطاع للكبار فقط. فنعم، شكرا جزيلا للودادية من أجل تنظيم هذه الندوة. اليوم العرض ديالي غادي يكون لا علاقة له بقطاع العدل بكل صراحة، فهو سوف يكون عن الشباب يعني بشكل كلي. عند الحديث عن إشكالية الشباب وكونه رافع التنمية، أول إشكالية تطرح هي من أجل مساهمة الشباب في التنمية هنالك وعي قدرتهم على أن يكونوا رافعة لهذه التنمية. واش هنالك وعي لدى الشباب؟ واش عارفين باللي هما يكونوا قوة حقيقية من أجل التنمية؟ المشكلة مع فترة الشباب هي أن الفترة العمرية ديال الفشل الامتياز هي الفترة العمرية باش كيكون هنالك مجموعة من المحطات اللي كنفشلوا فيها كإنسان. أولا كتكون هنالك محطات دراسية اللي كنفشلوا فيها، كتكون هنالك محطات حياتية اللي كنفشلوا فيها، وكيكونوا مجموعة من المحطات فاش مجموعة من الأحلام اللي كنبغيو نحققوها ما كنوصلوش لها. خاصنا ديما نوقفوا نعدلوا دوك الأحلام. اول حاجه غادي نبدا بها العرض هو هذا الشخص كان الكل كيعرفه، هو هشام القروج. اول حاجه يمكن ان تتبادر الى ذهن اي منكم عند رؤيه الصوره ديال هشام القروج هي انه بطل عالمي، بطل اولمبي، رافع رايه المغرب في مجموعه من المحافل الدوليه الى اخره. فالصور اللي كنتخيلوا على هشام القروج هي مثل هذه الصور. اولا صوره ديال واحد